صحيفة الرياضية تنزل خبر وتقول إن تسجيل رافع قانوني، وإن مسؤولين في نادي العروبة بيأكدوا صحة تسجيل اللاعب، وإن نادي العروبة أرفق مستندات توضح إن تسجيل اللاعب صحيح. إيه هي بقى المستندات؟ قال لك حضور وانصراف اللاعب، والله بجد هي دي المستندات اللي تثبت إن تسجيل اللاعب صحيح، حضور وانصراف. مالها علاقة. قانون دوري روشن للمحترفين في لائحة طويلة عريضة من ضمن الشروط إن اللاعب يكون متفرغ تماما لناديه وبيلعب كرة قدم فقط، وليس له أي تعاقدات مع أي حد، جهات حكومية أو جهات خاصة. يعني وظيفته في الحياة أنا لاعب كورة بس. كيف بقى أنت تمسك وظيفتين؟ وفي ناس هتقول لك طب يا عم ابو العز يا الطعميه يا اللي بتتكلم كتير، ترى اللاعب اللي غلط فالمفروض عقاب اللاعب وليس النادي. يا حبيب قلبي، في شق في اي نادي اسمه الشق القانوني، الاداره القانونيه اللي مسؤوله عن تسجيل اللعيب، وهم المسؤولين على متابعه اللعيبه وتحقيق الشروط والبنود في اللوائح بتاع الدوري روشن. لما تيجي تتكلم عن اتحاد الكوره بيخاطب نادي مش بيخاطب لاعب يا حبيب قلبي. في اداره زي ما بتتعامل في حياتك المهنيه مع شركات، تروح تقول تعالى عايز اعاقب الموظف ده، ما ينفع، بتروح توجه خطابك للشركه للاداره يا حبيبي. اذا الثلاث نقاط هي اقرب للنصر السعودي، وننتظر الخبر باذن الله. حبيب قلبي يا سيطره، لا تنسانا من اللايك والفولو والشير في رمضان يعني اللايكات والحاجات دي خليها كتير بقى، بنيت جبر خاطر. سلام عليكم.